يا شيمو يا شيمو، جعان. حاضر يا حمو، ثواني وجايالك. يا شيمو بقولك جعان. جعان يا بنتي، انت بتعملي ايه عندك؟ بدور على حاجة اقيس بيها نسبة الجوع عندك. ولا اقولك قولي انت ايه نسبة الجوع عندك؟ تقيسي ايه دلوقتي؟ انا بقولك جعان يعني عايز اكل. وبعدين هي ايه نسبة الجوع دي كمان؟ ما انا عارفة يا حبيبي، انت مش فاهم يعني ينفع تقولي جعان اجيب لك اكل كده زي البطة كده وخلاص؟ بطة ايه يا بنتي؟ هو اللي اعرفه ان اقولك جعان تحطي لي اكل، ولا تقولي لي زي البطة ولا زي الفرخ. يا ابني الكلام ده كان زمان واتلغى خلاص. امشي يا بنتي روحي هاتيلي اتغدى اجري. وانت مش فاهم على اساس النسبة انا هجيب لك الغدا. لما طولك يا روح، يعني انا هاكل في سنتك دي ولا ايه ظروفك بالظبط؟ تصدق والله انا غلطانة، انا عايزة اظبط لك نسبة الجوع عندك عشان اعرف احط لك تاكل ايه. نسبة جوع ايه وزفت ايه؟ انا ما بقتش فاهم منك حاجة خالص. بالراحة بس كده انا هشرح لك. انت دلوقتي عندك 3 نسب للجوع. طب واشمعنى انا يعني؟ لا يا حبيبي، الانسان عموما. اه، فهميني بقى يا اختي، ايه نسب الجوع دي؟ في عندك مثلا نسبة 50% من الجوع، او تحت ال50% او فوق ال50%. هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو ايه اللي 50% ولا تحت 50% ولا فوق 50%؟ كل ده عشان قلتلك جعان؟ يا نهار ابيض. اصبر يا عم متعصبش، هشرح لك كل النسب اللي انت عايزها. اه يا ام القريف، تعالي كده يا اختي اشرحي لي النسب بتاعتك دي كده واحده واحده، بس يا ريت تنجزي بس والنبي. يعني مثلا لو نسبة الجوع عندك اقل من 50%، يبقى ممكن حتة كيك او بقسماط مع شوية شاي في ال50. بسم الله ما شاء الله، مثقفه. خليك انت كده بس يا اخويا، ما باخدش منك غير التريقة. كملي كملي، هو يوم يا اختي باين من اوله. اما بقى لو نسبة 50%، يبقى سندوتش جبنة مع نفس كوباية الشاي اللي في ال50. طب ولو نسبة فوق 50% زي حالاتي كده مثلا، يبقى هتأكليني ايه بقى ان شاء الله؟ يبقى ان شاء الله هتروح تاكل عند امك عشان ما عملتش غدا. بعد القياسات دي كلها والمعادلات دي كلها وفوق شوية وتحت شوية، تقولي لي روح اتغدى عند امي وما لحقتيش تعملي غدا كمان؟ ليه يا اختي ان شاء الله؟ كنت بتعملي ايه طول النهار بعد المقايسات والمعادلات اللي دوشتني بيها دي؟ واخرتها تقولي لي ما عملتش غدا؟ وبعدين تعالي هنا قوليلي، انت سمعتي التلوث ده فين؟ مش دي الهانم اللي قلتلي اسمعيها ونفذي اللي تقول عليه؟ بنفذ كلامها بالحرف. الاستاذة ياسمين عز تاني؟ هو في غيرها؟ ده ناقص يا اخويا نفتح الحنفية اللي احنا نازلنا منها.